الاسكندرية احلى كوباية قهوة هتشربها في حياتك. شايفين العظمة؟ تعالوا كلوا بقى معايا. لكن هي دي البداية؟ اكيد لا طبعا. بس خلينا في البداية ناخد حسنتين مع بعض ونصلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. فكرة فيديو النهاردة مختلفة وبعيدة عن جو المعلومات والقصص، بجانب قلت اخدكم معايا في خروجة دايما بعملها لما بحب اخرج لوحدي بعيد عن جو الصحاب وكده، اهو بالمرة تغيير ومش مكلفة، يعني مش هتعدي ال60 جنيه وحاجة على الرايق. فيلا بينا نخرج وبسم الله توكلنا على الله. طبعا يا صديقي اسكندرية بأقل المصاريف ممكن تطلع تاكل وتشرب وتشم جو، وكل ده بأقل المصاريف. بجانب بقى ان النهاردة الجو ساقعة جدا، لكن الفكرة حضرت وقلت لازم اصورها الصراحة. فلو عجبتك الفكرة ديت ما تنساش تعرفني في الكومنتات وتدوس لايك للفيديو، ولو اول مرة تشوفني يا ريت تتابعني وتشترك في القناة. طبعا اي شخص في الدنيا بيحب يبدأ يومه بأي حاجة هو بيحبها، وانا عن نفسي بحب ابدا يومي بشرب كوبايه قهوه، يعني احلى كوبايه قهوه هتشربها في حياتك. بجانب بقى ان الشارع اللي احنا ماشيين فيه ده هو شارع المشير، وهو اطول شارع بالنسبه لي انا، يعني اطول من حياتي، ممكن ياخد معايا تلت ساعه مشي، فانت متخيل. وطبعا بدانا يومنا الجميل بالاستمورنج بتاعنا بكوبايه قهوه جميله، فحان وقت السعاده بالنسبه لي انا وهي الاكل. وطبعا لو سألت اي شخص اسكندراني وقلت له انت لما بتجوع بتروح فين، فاكيد بعض الاسكندرانية بنسبة 80% هيقولوا لك بابا دوقني. وده من انضف واوفر واضخم سندوتش بطاطس هتاكله في اسكندرية، ومش بافور، دي حقيقة وهنشوف مع بعض. وبجد هو انضف مطعم بطاطس سوري بالنسبة لي انا. وعلى فكرة ده مش سبونسر، يعني مش اعلان للمحل، لان المحل ده مش محتاج سبونسر مني، لان بسم الله ما شاء الله مسمع في اسكندريه، وممكن تقول كمان مسمع بره اسكندريه، عامل بالظبط زي الشيخ وفيق، علم من اعلام اسكندريه. فما تيجي نجرب افجر واكبر سندوتش بطاطس هناكلوه في حياتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين العظمه؟ تعالوا كلوا بقى معايا. فحقيقي عظمه. عايزك تعرفني انت تقدر تخلص السندوتش ده في قد ايه؟ انا بالنسبه لي خلصته في 10 دقايق لان كنت جعان ساعتها. وبس كده صديقي، اسيبكم مع ابو العبد السوري وهو بيتفنن في الاكل. حقيقي تسلم ايديه. وبس كده صديقي، ما تنساش لو عجبتك فكرة الفيديو ده يا ريت تشرفني باشتراكك في القناة وتدوس لايك للفيديو، ولو بتشوف الفيديو ده على الفيس يا ريت تتابعني. وسلام.